أما قولك يا أستاذتنا الكريمة على أن المغرب كانت له علاقات عميقة في إفريقيا لم تكن موجودة بهذا العمق. المغرب لم يكن موجود اصلا، خرج من الاتحاد الافريقي سمرا. خليني لا اعود الى التاريخ، نتكلم عن حاضر تعودي الى سنوات ماضيه. نحن نتكلم الان في مرحله، اتكلم لك الان عن الدوله الفاطميه وتكلم لك عن العبيديين في شمال افريقيا وسلتوه في هذا وضعنا اليوم من خلال تاريخنا. يا استاذتي الفاضله، نحن نتحدث على هذه المرحله، التحرك. خلينا من زياره سياسيه او دبلوماسيه في مالي رفضوا التدخل الجزائري لانهم اعتبروا انه هذه التاكيدات. انا ما سمعت بك. انا صحفيه مثلك، عندي مصادر صحفيه يعني مثلك. مالي رفضت تدخل الجزائر في الوساطه بين الحكومه والازواج وفضلت وساطه المغرب. نعم. هذا ليس صحيح. لم يتم هذا. طيب مش صحيح. يعني تقول ان عندك معلومات مؤكده. انا شخصيا العلاقات ليست بهذا العمق بين المغرب وافريقيا، خاصه وان المغرب انسحب من الاتحاد الافريقي. نعم، بسبب الصحراء الغربيه. بسبب الصحراء الغربية. الصحراء المغربية لا ليست مغربية. لا ليست مغربية. إذا كنت تردي نرجع للتاريخ، هي ليست مغربية. ليست مغربية. ليست مغربية. لو كانت هذه الصحراء مغربية بأي منطقة، إذا حتى المغرب كان يوصل لموريتانيا، كيف اليوم الصحراء مش مغربية؟ في المغربية كانت الدولة المغاربية، نتكلم عن الدولة المغاربية. الدولة المغربية الآن، الصحراء الغربية لم تكن يوما ما مغربية أبدا. لو كانت مغربية ما تقاسمها الملك الحسن الثاني مع موريتانيا، ولا تقاسمه ولا عرض أن الملك الحسن الثاني أن يتقاسمها مع رئيس هواري بومدين. أنا مش معك بهالموضوع. أنا بعتبر الصحراء مغربية. حضرتك أنت تتابعين من أنت أي معطيات؟ أنا عم بتكل على، وصلت حتى المنطقة الداخل الصحراوية، مشيت هناك وعملت. نعم صحراوية. وأنا نحيد عن الموضوع اللي بيمنعوهم يطلعوا من الداخل. أنا مشيت إليها وأعددت تحقيق صحفي هناك، ولم أجد صحراوي واحد يقول على أنني أنني مغربي. لم أجد صحراوي واحد يقول أنني مغربي. نحيد عن لب الموضوع. بيسترجوا يحكوا. هذه في الداخلة التي يحتلها المغرب. هذه في الداخلة. يا أخي أنا رحت الداخلة. يحتلها المغرب؟ لا، ما بيحتلها. أنا رحت الداخلة. يبقى هذا الخلاف إلى حين أن يتم الفصل فيه. حتى الأمم المتحدة تتحدث عن الصحراء الغربية، وهذا المطروح. هذه قضية مطروحة ولا يمكننا أن نحلها في بضع دقائق هنا. حتى أرد الكفة إلى سياق الحديث الأصلي. هل يتحدى الملك محمد السادس الجزائر في منطقة الساحل كما عنونت صحيفة الخبر الجزائرية اليوم؟ أنا في اعتقادي لا يعني أنه تحدي، وحتى لا نعطيه بعد. يعني من حق الدولة المغربية أن تعمل، لنقولها بكل صراحة، هو استعراض قوة من المغرب في منطقة تعدى على الثاني. الجزائر اللي تعدت على المغرب، هيدا اليوم هلا شفناه، مش المغرب اللي عم يتعدى على الجزائر. فين تعدى هلا؟ هذه في الحدود ممكن يطلق عسكري رصاصة من هناك، وممكن المخدرات التي تصل من المغرب إلى الجزائر بالقناطير المقنطرة. وين عم يمرقوهم؟ من تندوف عم يمرقوا. ما يمرقوا على تندوف، والله ما تعرفي تندوف. مشيتي تندوف يا اخي من جنوب. لا اعزموني انا بروح. الاعلام المغربي، تشاهدين الاعلام المغربي. بس المغربي انت اكيد حضرتك اكيد انه بس المغربي غير اعلام ما بيعرف شو عم بيصير بتندوف. ما يصير شيء في تندوف، ما يصير ابدا. ما يصير شيء عم العالم. وهذا يا اخي هي واضحه، مش ضروري انه المغرب يبرهن ويبين. هي واضحه انه مشكله الصحراء الجزائر هي اللي عم بتخلقها من خلال التندوف. هيدي واضحه. يعني المغرب عنده مش دولة جديدة مثل ما حضرته عم بيقول، دولة قديمة لها تاريخ عريق وتاريخ أفريقي عريق. والمغرب اليوم تاريخ عريق. المشكلة الأساسية في قضية الصحراء بين جبهة البوليزاريو والمغرب. ولكن المغرب يريد البوليزاريو من الجزائر تدعم تطوير مصير الشعب الصحراوي. يعني أن المشكلة بين طرفين، بين جبهة البوليزاريو والمغرب فقط، ولكن الجزائر مين خلق البوليزاريو؟ مين بيدفع لهم للبوليزاريو غير الجزائر؟ وليش عم بتمولهم؟ وليش عم تمولهم؟ الجزائر تفتخر أنها تساعد هذا الشعب. تساعد هذا الشعب. بتمول إرهابيين في تندوف. لا ما تكون إرهابيين يا ست. شفتيهم بعينك إرهابيين؟ هو شعب مضطهد تحت. شوفهم ليش بيخلوك تروح تشوفهم؟ هو والمغرب يخلي الناس تروح تشوف ماذا يحدث في العيون والداخله. والله انت رحتي لانك تصفقي. استاذ
صحافي جزائري وبيقول لي انه انا عندي موقف متحيز، حضرته بمعنى انه بيحكي باسم الجزائر، وانه الجزائر هي الدولة الاهم يحترم الدول الاخرى. انا لا احترم المغرب.